السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. أخبارنا النهاردة عن موعد وأماكن صرف معاشات شهر أغسطس. بس قبل ما نعرف الخبر ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل أخبارنا الجديدة توصل لكم بإذن الله. مع اقتراب نهاية شهر يوليو الجاري، كتير من أصحاب المعاشات والبالغ عددهم 11 مليون مستفيد بيسألوا عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن مواعيد وجدول الصرف لأصحاب المعاشات رسميا. وفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن موعد صرف معاشات أغسطس بزيادة 15% يكون يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس بالزيادة المقررة لجميع المستفيدين من المعاشات بحد أدنى 170 جنيه و1635 جنيه كحد أقصى. أماكن صرف المعاشات من منافذ فوري وكارت ميزة، وكمان مكانات الصرف الآلي للبنوك ومنافذ البريد المصري، وكمان من البنوك والمحافظ الإلكترونية، وكمان عن طريق الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي. وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حقيقة زيادة المعاشات. وقال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات إن زيادة المعاشات بنحو 15% تمت في شهر إبريل الماضي بدلا من شهر يوليو، مشيرا إلى أن قرار زيادة المعاشات بإبريل الماضي جاء بعد توجيه الرئيس السيسي بصرفها من مطلع شهر إبريل الماضي بدلا من شهر يوليو، والتي جاءت بحد أدنى للزيادة 170 جنيه والأقصى يصل إلى 1635 جنيه. ده كان موعد وأماكن صرف معاشات شهر أغسطس. وما تنسوش بقى اللايك اللي تحت الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل أخبارنا الجديدة توصل لكم بإذن الله. ومع السلامة.